السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نصلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. كما عودتكم دائما معايا من الوصفات السهله الوصفات الاقتصاديه والوصفات البسيطه. شوفوا اليوم دلعتكم معايا بالبزاف، جبت لكم زوج وصفات خاطر على بالكم راه رمضان قرب، وراني هاد الايامات ندير لكم يعني غير وصفات اللي راح يليقوا في رمضان وراح تستفادوا منهم بطبيعه الحال. قلت لكم اليوم جبت لكم زوج وصفات اكثر من يعني كل وحده تقول الاخرى بعدين نقعد في بلاستيك، بزوج حشوات بطرق مختلفه وزوج عجينات بطرق مختلفة، وراح يكفوا ويوفوا العائلة. تهنيكم من البوراك، تهنيكم من لي سوفلي، خاصة شتو هاد لي سوفلي والبوراك وقاع يشدوا اليد يعني يعني الواحد يبذل فيهم جهد، ولكن هاد الزوج وصفات حين يهنيكم. ما تبذلي حتى جهد وما تبذلي يعني ما تضيعيش الوقت وديريهم وانتي مهنية راسك ويكفوا ويشبعوا يعني. تبعوا الفيديو للاخير وانتم اكيد 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 حين تستفادوا دائما كما عودتكم معايا تستفادوا من الوصفات التوعيه، يعني تبوا الطريقه لانه زوج حشوات اكثر من رائعه وزوج طرق في العجينه اكثر من رائعه حين تستفادوا باذن الله تعالى. تبعوا للاخر وانتم حين تعرفوا واش راني نهضر يعني. هنا كما عودتكم معايا هنا حنبدا بالحشوات. يعني هنا شوفوا مانيش كما قلت لكم في الفيديو اللي فات تاع الممالحات مانيش مرتبه يعني الفيديو، يعني باسكو على راني درت زوج وصفات كما نقولوا يد هنا ويد لهيه. يعني تبعوني وانتم حين تعرفوا كامل الوصفات بادق يعني كما يقولوا التفاصيل. شوفوا هنايا انا بديت حنبدا بالوصفه عفوا بالحشوات. هنا عندي حبه تاع بصل متوسطه. شوفوا انتم انا نعطي لكم كما يقولوا المقادير المكونات وانتم زيدوا ونقصوا كيما تخرج عليكم. انا هنا قطعت بصله متوسطه، قطعتها الى مكعبات جد صغيره يعني صغيره بالبزاف. واللي تحب البصل ديرو كبير ديرو كبير، ما عندها يعني ما كان حتى مشكل. انا درته صغير لانه انا ما نحبش البصل كبير. نقلوها هنايا، هنا درت المقله في النار، درت لها كميه تاع الزيت حنقلوه هنا باش نديرو هذاك السلق. هنا السلق بطبيعه الحال راح نغسلوه مليح مليح مليح. انا السلق ما نقطعوش ومن بعد نغسلوه، انا السلق نغسلوه هكذاك كامل ورق كامل، نغسلو مليح مليح نتاكد بيان بلي راح له هذوك التربه تاعو كامل. نخليه في مده في الماء يهبط كامل هذاك التراب تاعو، ومن بعد نغسلو هو هكاك ورق كبير، ومن بعد كتنقطعو بكل سهوله هكذاك نتاكد بلي ما بقاو فيه حتى شوائب. بعد ما قطرته مليح وقطعته صغير صغير واش ندير هنا؟ دبلت هذاك البصل نرمي له هذاك السلق. وهنا كيما نعرفوا دائما السلق نبداو نديرو كميه مور كميه كميه مور كميه باش تكفينا المقله. يعني كي ديري كونتيتي كبيره وانت مثلا كيما انا عندي مقله صغيره، يعني اذا كانت عندكم الطنجره تاعكم كبيره ديروا الكميه تاعكم كامل، واذا كنتوا كيما انا هكا عندكم مقله صغيره ديروا بشوي بشوي يعني ديروا كميه. خلطوها كي تشوفوها ذبلت غطوها، كي تشوفوها ذبال عاودوا خلط تزيدوا كميه الاخرى، خلطوه شويه خلوه يذبل حتى تكملوا كامل الكميه تاعكم. يعني دوك نوريكم الطريقه، راكم تتبعوا معايا وشوفوا الطريقه يعني ما نحيتهاش. هنا كما قلت واني زدت كميه خلطها، يعني هذاك اللي درتوه جديد هاوليك اللي درتوه جديد هبطوه للتحت، واللي راهو الذبل كامل الذبل مليح مليح ورجع يعني طاب طلعوه للفوق هكذا باش تكملوا يعني تمتم ما يشدلكمش اليد. وبقاو في هذه الطريقه حتى تكملوا كامل الكميه تاعكم. انا هنا درت 3 ربطات تاع الساق لانه انا قلت لكم انا عفوا الفطيره تاعي درتها بزاف كبيره، يعني درتها ميكا درتها بزاف كبيره. نتوما ديروا الكميه حسب عدد العائله تاعكم وحسب العجينه تاعكم. هنا شوفوا ما تخلوش السلق تاعكم يبقى حتى يشرب حتى كي اللي يروح له كامل يتبخر كامل هذاك الماء، لانه الكميه تاع السلق تاعكم راهي راح تولي بزاف قليله. واش ديروا هنا؟ غير يذبل هذاك السلق يذبل نحيه ديريه في الصفايه عصريه مليح مليح هكذا بيدك وانت تحصلتي على السلق تاعك يعني مقطر وكامل. لانه كان تبقاي تخلطيه في المقله تخلطيه حتى يعني حتى تخلي كامل هذاك الماء يروح، راح يولي ما عندكش سلق، يولي عندك كميه بزاف بزاف قليله يعني قليله بالبزاف. انت من الاحسن غير تشوفيه ذبال واش ديري؟ نحيه حطيه في صفايه ولا في كسكاس وعصريه خير يعني باش تبقى كميه شويه كبيره. هنا حطيته بجيه يعني صفيته وخليته بجهه. دوك نكمل لكم الحشوه. انا الحشوه تاع السق مازال ما كملتهاش، راني راح دوكا ندير لكم الحشوه تاع اللحم يعني اللحم المرحي. هنا واش درت؟ هنا درت بصله كبيره قطعتها كيف كيف مكعبات يعني صغيره صغيره الحجم. وانتم ثاني كي اللي حاب يدير البصل تاعو كبير يديرو كبير، يعني كل واحد كيما حب ياكل كيما حب يدير الوصفه تاعكم. انا نوريكم تاعكم عفوا انا نوريكم برك الطريقه. هنا قطعت هذيك الحبه تاع البصل كبيره نقليها في المقله في شويه تاع الزيت
شوفوا هنا اللي حاب يدير السمن اللي حاب يدير يعني هذا الشيء يرجع لكم. انا ما نحبش يعني كامل الوصفات تاعي ما نطيبهمش بالزبده ولا بالسمن، ولا نطيب بالزيت عادي. هنا بعد ما تدبل شويه هذاك البصل تاعي، واش درت هنا؟ رابيت حبه زروديه، رابيتها يعني وضفتها بلا راب الرقيقه كامل، فهمتوني؟ باش طيب تمتم، ونقليها هكذا مع هذيك البصل حتى نحسها باللي راهي خلاص راهي بدات تطلق في روحها هكذا. نعاونها باش تمتم. نتوما يعني المراه هي على بالها كيفاش طيب، كيفاش تنقص من الجهد، تنقص من التعب، تنقص من الوقت تاعها، يعني تطيب في وقت قصير بلا ما تبذل الجهد. نتوما كيما مثلا هنا زروديه بقى يخلطي فيها تمتم، حد بالك ماشي يعني ماشي تحطيها وتخليها هكذا، حتشد لك شويه الوقت. بقاي خلطيها مع داك البصل تمتم حتى، ولا تقدروا ديروا لها شويه تاع الملح من الاول هكذاك تمتم، تلقى داك الماء تاعها وطيب تمتم. هنا انا واش درت بعد ما تقلى لي شويه درت التوابل تاعي اللي هي الفلفل الكحال والملح والعكري وراس الحانوت والكركم اللي دائما ما نستغناش عليه، يعني نديرو في كامل الوصفات تاعي. وهنا اللي عندها سكنجبير، انا ما كانش عندي ما درتش، يعني تجي بزاف، خاصه سكنجبير نعرفوه يتوالم بزاف مع اللحم. هنا شوفوا انا كي حسيت بلي التوابل تاعها رايحين يلصقوا لي في المقله، زدت كميه تاع الماء كيما دائما عودتكم معايا. دائما كي تروحوا تقلوا وتلقاو بلي ما قدرتوش تزيدوا تقلوا هذوك المكونات رايحين يلصقوا في الطنجره تاعكم، زيدوا كميه قليله تاع الماء وكملوا التقليات تاعكم، بصح ما ديروش كميه كبيره، لانه كان ديروا كميه كبيره تاع الماء راهي راح هذوك المكونات يولوا يطيبوا يغلوا كما نقولوا حنا، مش رايحين يتقلاو. ديروا كميه قليله برك تاع الماء وبقاو كملوا التقليات تاعكم. هنا بعد ما تقلاو لي شويه واش درت مغرف معمره تاع صلصه الطماطم، يعني طماطم تاع البواطه. هنا زدت كميه قليله، قلت لكم انا ندير الماء بشوي بشويه وراني نقلي، انا هذه هي طريقتي في الطياب تاعي. يعني كي نحس باللي التوابل تاعي يعني المكونات تاعي مانيش قادره نكمل نقليهم، ندير غير بشويه قطرات تاع الماء، راني نقلي قطرات تاع الماء، راني نقلي حتى نتحصل على نتيجه اكثر من رائعه، والماكله تاعي يعني الحمد لله تجيني بنينه. يعني ماشي انا اللي نهضر، اللي ذاقوا ماكلتي دائما يقولوا لي بلي الماكله تاعك راهي بنينه. شوفوا هنا واش درت. هنا بعد ما تقلاو لها دوك المكونات هنا زدت كميه تاع اللحم الملحي. هنا درت يعني هنا انا عندي 500 غرام، يعني رطل تاع فيونداشي. انتم هنا كنت انا درت نصف الكميه، ومن بعد لقيت بلي ماهيش مكفيتني، عاود كملت كامل كميه، يعني هنا درت رطل 500 غرام يعني تاع اللحم المفروم. هنا نقليه كما تعرفوا لازم تعاونوا بالمغرف باش ما بسباتول باش ما كما نقولوا حنا ما يتكتلش، ما يورجعش هكذا كتل، يبقى مفرفت. يعني بقاو هكا تخدموا فيه بالمغرف، راكم تعبسوا تقلوا فيه، تعبسوا تخلطوا تقلوا فيه حتى يطيب لكم. راني زدت هنا الكميه لانه لقيت بلي كميه راهي قليله، كملت كامل هذوك 500 غرام، يعني الرطل هذا كملته كامل تاع اللحم المفروم. وهنا اللي ما عندهاش الفيونداشي تقدر تعوض، يعني دير واسمو الدجاج ملحي، يعني صدر تاع الدجاج ترحيه عادي وديرو. هنا شوفوا هنا راني خليت هذاك اللحم المفروم خليته يطيب، هاوليك راكم تشوفوا في المقله الكوتي اللي من هي راهو يتقلى. دوك نعاود نولي الحشوه مازال ما كملتهاش. هنا وليت البصل هنا وليت عفوا الحشوه الاولى تاع السلق. هنا بعد ما خليت السلق تاعي يتقطر واش درت؟ هنا عاودت درت نص حبه بصله يعني تكفيكم. انا درت هنا بصله صغيره قطعتها مكعبات صغيره وقليتها، لانه حنعاود نكمل الحشوه تاعي تاع السلق. هنا نقلي هذيك البصله تاعي. قلت لكم انا مانيش مرتبت لكم الفيديو لاني راني نخدم في نفس الوقت، يعني يد هنا ويد لهيه، على هذيك ما نظمت لكمش. هنا شوفوا بعد ما تقلى لي هذيك الحشوه تاع الفيونداشي واش درت؟ كي طاب لي هذاك الفيونداشي، لانه الطوماطيش هنا حنرابي حبه حتى لزوج حبات تاع الطماطم، فهمتوني؟ يعني تقدروا ديروا زوج حبات طماطم تكون حمراء مليح، يعني باش ما تجيكمش قارصه. هنا بعد ما يطيب كامل هذاك اللحم، لانه كنت تعرفوا بلي الطوماطيش تحبس شويه طياب تاع اللحم، يعني تطول له شويه في الطياب، تخليه يطول شويه في الطياب. واش ديري هنايا كي يطيب لك هذاك الفيونداشي ترابي هذيك الطوماطيش تقليها مليح مليح، تخليها حتى تقلى مليح مليح، ومن بعد زيدي كميه قليله 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 بزاف تاع الماء. انا نحب الطوماطيش تاعي يعني حتى نقليها مليح باش نزيد لها كميه تاع الماء، ما نديرلهاش كميه تاع الماء مباشره بعد ما نحط الطوماطيش تاعي، لاني نحسها هكذاك تبقاني ما تعطيكش نفس البنه، فهمتوني؟ جربوا هذه الطريقه ورجعوا لي في التعاليق، لانه كي طيب كي نحس بلي الطوماطيش تاعي راهي تتقلى تعطيني بنه رائعه. هنا زدت كميه تاع الملح، زدت كميه تاع الزعتره، ورقه تاع الرنت، ونكمل نقلي المكونات تاع. قلت لكم انا هنا راني نكمل نقلي علاه، لانه راني نقلي في هذيك الطوماطيش اللي درتها باش ما تبقاليش خضره، فهمتوا؟ يعني حتى تطلق البنه تاعها، باش نزيد كميه قليله تاع الماء باش يكملوا المكونات كامل يطيبوا. هنا زدت زوج سنينات تاع الثوم. هنا بعد ما تقلات لي كامل هذيك الطوماطيش تاعي زدت كميه قليله قليله بالبزاف تاع الماء باش يكمل هذاك اللحم يطيب مليح، وتكمل هذيك الزروديه تاعي طيب مليح، فهمتوا؟
يعني وانتم من الاحسن قلت لكم خلوا الطوماطيش تاعكم قلوها مليح حتى تقلب لنا تاع القليان، ومن بعد زيدوا الماء. تبعوا الطريقه تاعي واكيد حين تتحصلوا على اروع يعني وصفه باذن الله، وحين تعجبكم الوصفه باذن الله. هنا قلت لكم درت هذيك الكميه تاع الماء ونخلي دوكا نخلط شويه باش يمتزجوا كامل المكونات. هنا درت بطبيعه الحال درنا التوابل تاعنا اللي هما الفلفل العكري، يعني كما قلت لكم الفلفل العكري راس الحانوت وسكنجبير وكامل، ونخلوها وليك راهي بتجي هذيك المقله راهي اللحم تاعي راهو يكمل الطياب تاعو باش يجيني الطري ما يجينيش ناشف. هنا دوك بعد ما تقلى لي هذاك البصل تاع اللي حندير فيه السلق، رميت هذاك السلق تاعي بعد ما قطرت تقطر. شوفوا قطروا كامل هذاك الماء لانه هذاك الماء تاع السلق لو كان يبقى راح يصمت لكم الحشو، يعني السلق هو خاصه كحين نزيدوا له البيشاميل. هنا بعد ما تقلى لي السلق مع البصل زدت له 2 سنينات تاع الثوم. ما تكثروش الثوم على بالكم الثوم قاصحه بزاف، يعني درت 2 سنينات تاع الثوم. نقلي شويه راكم تشوفوا هنا راهو تبان بلي الحشوه راهي ناشفه ما فيهاش كامل الماء، لانه هذاك الماء هو اللي راهو رايح يصمت لنا الماكله يعني الحشوه تاعنا. هنا نقلو مليح. واش نديرو دوك؟ نديرو التوابل تاعنا. هنا نحطوا الملح بطبيعه الحال. شوفوا الملح جامي تحطوه في الاول في السلق، جامي تحطوه مع الاول، لانه مع الاول السلق راح يبان لكم كميه كبيره وانتم من بعد كي تغلطكم ديروا كميه كبيره تاع الملح، ومن بعد كي يذبل يولي غير شي تولي تجيكم مالحه بزاف. صافي خلوا الملح عفوا السلق تاعكم حتى يطيب كامل كامل، ومن بعد كي تديروا له الملح ديروا له. انا درت الكركم والفلفل الفلفل الكحل هذا ما كان. هنا نحيته بجي هذاك السلق وجدت انا حندير معكم البيشاميل. شوفوا هنا انا درت قيس 2 مغارف تاع الزبده و2 مغارف تاع فرينه، ولكن بقات لي كميه تاع بيشاميل بزاف زايده يعني راحت لي خساره. نتوما هنا يعني خبيتها يعني ماشي رميتها ولا، ولكن نتوما هنا ديروا مغرف تكفيكم. ديروا مغرف تاع الزبده معها مغرف تاع فرينه، خلطوها مليح مليح بطبيعه الحال حتى هذيك الفرينه تاعكم تحسوها باللي عطات لكم واحد الريحه، يعني تحسوا باللي الفرينه راهي طابت ما تبقاش خضره، لانه الفرينه لو كانت تبقى خضره يولي عندها كو صامت. قلوا مليح الفرينه تاعكم على الزبده. ومن بعد شوفوا هنا الفيديو ما كملتوش، هنا الفيديو ما كمليش تاع البيشاميل ما على باليش، كنت عم بالي راني نصور وانا ما كنتش نصور. هنا واش ديروا؟ هنا كي تقلوا مليح هذيك الفرينه مع الزبده ضيفوا الكميه تاع الحليب تاعكم، يعني الكميه تاع الحليب، وبقاو تخلطوا تزيدوا الحليب باش تخلطوا بالفوي حتى تحصلوا على البيشاميل ثقيله يعني، وبقاو تخلطوا بالفوي حتى تتقى لكم هذيك البيشاميل تاعكم. هنا كانت عندي هاي لك العجينه الاولى. هنا كنت اني رايحه ندير مع اللحم المفروم يعني مع اللحم المرحي الفيونداجي، راني رايحه نديرو بالعجينه تاع لاباط المورقه يعني العجينه المورقه. شوفوا هنا اللي حبت الوصفه تاع العجينه المورقه راني حيطتها في القناه، رجعوا وصفه العجينه المورقه راني دايرتها لكم بالتفاصيل تاعها، خدمتها معكم بالتفاصيل. رجعوا الفيديو وانتم تعرفوا يعني اللي حبت دير العجينه المورقه في الدار. يعني هكذاك قبل 3 فيديوهات راني حاطه عجينه المرقب بالتفصيل. اهبطوا نتوما تشوفوا الفيديو حتى الاخر. هنا قسمت العجينه المورقه الى 2 باسكو راني راح ندير طبقه من تحت وراني راح نغطي يعني من الفوق بطبقه واحده اخرى تاع العجينه، يعني تقسموها على 2. واش ديروا؟ تحلوا العجينه مورقه بمساعده الفرينه. على بالكم العجينه المورقه تلصق لكم كي تلصق في بلون دو طرافاي راح كلي تغلبكم شي ما تخليكمش تفتحوها على هذيك. نتوما عاونوا روحكم بالفرينه وفتحوا العجينه تاعكم، ما تفتحوهاش يعني ما تفتحوهاش رقيقه بزاف باش حتى تنفخ. لو كان ديروها رقيقه بزاف ما تنفخش مليح. شوفوا هنا ديروا اي حاجه كانت قطعوا باي حاجه كانت عندكم. انا حبيتها قلت لكم كبيره بزاف، درت يعني دائره كبيره بزاف. نتوما ديروا يعني تقدروا ديروها برك في هذاك المول تاعكم تاع الطورطات، يعني هذاك المول تاع اللي تحت الكبير تقدروا ديروا غير هكذاك يعني تكفيكم. انا هنا درت دائره كبيره درتها بالمول اللي كان عندي، يعني هنا هذاك الغيسيبيون اللي انا ندير فيه العجينه وكامل قطعت به. هاي لك تحصلت على دائره انا كنت حيبتها قلت لكم بزاف كبيره، وتستفوا كامل يعني تقطعوها مسقمه يعني دائره مسقمه. قلت لكم العجينه المورقه ما ديروهاش رقيقه بزاف باسكو لو كان ديروها رقيقه بزاف يعني تجيكم ما تنفخ لكمش ما توليش شابه. ديروها متوسطه الحجم. هنا واش درت انا؟ دوك حنفرش ندير هذوك الشرائح تاع الفرماج، حنفتحها ونفرشهم كامل
في الطبقه الاولى تاع العجينه، يعني حنفرشها كامل في العجينه بلا ما توصلوا الحواف، يعني ما توصلوش الحواف، خلوا مساحه بين الفرماج تاعكم والحواف، لانه راح ندوم بعد نلصقوا العجينه فوق عجينه، يعني حنمسحوا بالبيض ونلصقوا باش نقدروا كيفاش نلصقوا العجينه مع العجينه، بس راح نسوديوها مليح باش ما تتفتحناش. هنا نفتح كامل هذوك الشرائح تاع الفرماج نستفهم كامل. هنا يعني نتوما حرين، واش حبيتوا ديروا فرماج ديروا، ولا تقدروا ما ديروش كامل، يعني انا برك حبيت ندير هذه الطريقه، يعني نتوما تقدروا تستغناو كامل ما ديروش هذا الطبقات تاع الجبن. يعني قلت لكم شوفوا هذه في رمضان هذه الوصفات اكثر من رائعه، وراحين اصلا يعني يهنوكم شويه من هذوك لي سوفلي من البوراك وزيد بزياده تكفي وتوفي وتشبع، يعني تشبع العائله هكذا على وقفه وانتي درتي طرطه، يعني عفوا على وقفه وانتي يعني درتي فطيره يعني كبيره وتتهني على ضربه، يعني ما تبقايش تقطعي وتعاودي تطمي العجينه تعاودي تقطعي من داك هذيك لي سوفلي عييو، خاصة في الأيام الأخيرة تاع رمضان كي نبداو نكرههم طياب ونبداو نعياو كامل التعب هذاك، نولو نحبو نديرو حاجة خفيفة وبسيطة وما تشدلناش اليد. شوفوا هنا أنا درت طبقة خشينة، هاوليك شوفوا هاد الموتزاريلا وريته لكم اللي حنديرو من الفوق بنين بالبزاف. شوفوا هنايا درت انا طبقه خشينه بالبزاف، عباكم هذه فطيره يعني ماشي بيتزا، يعني تسحق طبقه خشينه تاع الحشوه، يعني انا درت طبقه خشينه. ومن بعد واش درنا هنا، درت انايا هنا قوده، عندي قوده، وانتم ديروا اي نوع تاع الجبنه راهي عندكم، يعني اي فرماج كان عندكم رابيوه ديروه من الفوق. ومن بعد فوقه درت يعني الموتزاريلا. هنا انا كانت لي كطلبيه يعني على هذيك اللي درت، يعني حسب الطلبيه تاع حسب واش يعني واش حب الكليون تاعي درت له، يعني نتوما تقدروا ديروا اي فرماج كان عندكم اي حاجه، يعني تقدروا تعوضوا. هنا مام اللحم يعني تقدروا ديروا اللحم تاع الدجاج تصدروا نتوما ترحيو كما قلت لكم، ما لازم ماشي لازم تتقيدوا باش راني نوري لكم انايا. هنا انا قطعت كامل هذاك الموتزاريلا تاعي حطيته من الفوق. قلت لكم هنايا هذه فطيره يعني تجي عندها طبقه خشينه ماشي كيما البيتزا، وهذا الشيء يعني يرجع لكم نتوما. هنا نفرش كامل هذوك الجبن تاعي، ومن بعد واش ندير دوك هنا نحل الطبقه الثانيه من يعني حندير الطبقه الثانيه من هنا راني نحل الطبقه الثانيه تاع العجينه تاعي، نفتحها كامل بهذه الطريقه، يعني نفتح القسم الثاني من العجينه بنفس الطريقه، يعني كما حلينا الطبقه الاولى. ومن بعد نحطها فوق يعني الطبقه اللي درناها تاع الحشوه. صدقوني هذا بزاف بنان، يعني هذه الوصفات اكثر من رائعه، تاع السلق تخرج اكثر من رائعه، الفطيره تاع السلق اكثر من رائعه، يعني تخرج بزاف رائعه. هنا شوفوا تفتحوها يعني ترفدوها عادي ما تخافيش تتقطع لكم، ولا ترفدوها وتحطوها فوق الحشوه اللي درناها. وشنو هنايا شوفوا انا هنا نسيت ما درتش البيض، عاود حطيت العجينه تاعي. هنا ديروا كامل في الجوانب كامل تمشوا البيض، ولا يعني تقدروا ديروا الماء، ما من الماء تقدروا تلصقوا العجينه تاعكم بالماء، ما تخافوش ماشي لازم البيض. هنا تحطوا كامل في الجوانب البيض، ومن بعد واش ديروا تحطوا العجينه تاعكم تفرشوها كامل من الفوق وتسوديوها مليح، على راني نقول لكم تسوديوها مليح، لانه العجينه المورقه كي تبدا تتنفخ في الفرن راح تتنفخ وتتفتح تطلع، على هذيك قادره تفتح لكم الطبقه التحتانيه على الطبقه الفوقانيه، يعني سوديوها ضغطوا مليح الجوانب، سوديوهم قد ما تقدروا قبل يعني ما تقطع، سوديو مليح كي تكمل تحسوا بلي سوديتوهم مليح. واش ديروا تقطعوا كامل هذوك الزوائد، يعني تنحوا كامل الزوائد، وهذوك الزوائد ماكوش راح ترموهم، يعني تقدروا تعاودوا تستعملوهم، ديروا بهم لي سوفلي ولا ديروا بهم لي كيش ولا اي حاجه كانت تخطر على بالكم، يعني اي نوع تاع مملحات تقدروا ديروا بهم عادي، برك ديروهم في ساشي وديروهم في الفريجيدار. هنا نكمل نسودي مليح هذيك العجينه تاعي، قلت لكم لانها العجينه المورقه راهي رايحه كي تتنفخ تفتح، يعني ردوا بالكم قادره تفتح لكم يعني في الفرن.
هنا بعد ما سوديتها وشوفوا العجينه المورقه باش تتنفخ لكم في الكوشه وطيب لكم مليح. هنا شوفوا لازم ديروا هاد الثقبه، هاد الثقبه لازم ديروها الفتحه هادي باش تتنفس العجينه، عندها منين تتنفس وما تتنفخش، وكان ما ديروهاش راهي راحه كما نقولوا حنا تترتق، يعني تتنفخ وتتفتح لكم. نتوما لازم ديروا هذاك الثقب باش تخلوا المكونات تاعكم اللي راهم لداخل هذاك البخار عنده منين يخرج. تدهنيها كامل بالبيض وديروا كيما راني ندير انا خطوط بالموس بلا ما تقطعيها، يعني برك خطوط من الفوق برك، يعني كما نقولوا حنا ترشميها برك، تنقشيها برك وتدخليها للفرن. الفرن شوفوا لازم يكون قوي. العجينه المورقه باش تكون ناجحه معكم لازم ديروها فرن قوي قوي، كي تحمر لكم تعاودوا تنقصوا لها في الدرجه تاع الفرن وتدخلوها تكمل طيابها باش طيب لكم لداخل. انا هنا درت العجينه الثانيه، هي عجينه راني درتها لكم العجينه. شوفوا رجعوا الفيديو اللي قبل هذا تاع المملحات حين تلقاو هاد العجينه، هي عجينه اللي درت بها البرجر، العجينه السحريه اللي نخدم بها كامل فطائر تاوعي، يعني العجينه تاع خميره، تاع الخميره الكيميائيه عادي. رجعوا الفيديو اللي قبل هذا الفيديو تاع المملحات واللي نتوما تلقاو هاد العجينه، العجينه السحريه اللي ندير بها كامل المملحات. يعني هنا بعد نفرش كامل هذاك السلق تاعي، نفرشو كامل. وهنا السلق قبل ما درتو كنت زدت له البيشاميل، زدت له كميه تاع بيشاميل قبل، وزدت له كميه تاع فرماج، ومن بعد فرشته كامل في هذيك العجينه. بصح كنصيحه العجينه تاعكم ما ديروهاش خشينه. راكم تعرفوا العجينه تاع الخميره راهي راح واش دير، تزيد تتنفخ في الكوشه بزاف. واش ديروا نتوما ديروها رقيقه 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 باش تخرج لكم الفطيره تاعكم بنينه، فهمتوني؟ وما تخرجش هكذاك تحسوها كلي خبز، لانه كان ديروا العجينه تاعكم خشينه راهي راح تزيد تخمر وتزيد تتنفخ وتزيد في الكوشه تانيك تخمر وتتنفخ وتوليكم تقولوا راكم تاكلوا في الخبز ماشي في فطيره، يعني فتحوها بزاف رقيقه. هنا فرشت هذاك السلق، درت له الاجبان اللي كانوا عندي، يعني اي نوع تاع اجبان ديروا مرابيه وزيدوا. بعد تفرشوا القسمه، هنا العجينه تاعي قسمتها على 2، عاودوا فتحوا العجينه الفوقانيه اللي حديروها من فوق، فتحوها تانيك رقيقه بالبزاف 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 رقيقه، راني نهضر ونعاود. كي تحطوها في سنيوه اذا حسيتوها خشينه معليش زيدوا بيديكم، عبزوها بيديكم ونحوا هذوك الزوائد اللي حسيتوهم خشان. راني ننصح ونعاود، لانه كان تجيكم تخلوا العجينه تاعكم خشينه كي تحطوها حتزيد مادام راكم تخدموا هي راهي تزيد تخمر، وكي تحطوها في الكوشه راني نهضر ونعاود حتزيد تخمر وتتنفخ وتولي تقولوا راكم تاكلوا في خبز كوشه، فهمتوني؟ هنا قطعي بعد ما تلصقي كامل بالماء عادي، تقدري تلصقي غير بالماء ولا البيض عادي، سوديوها مليح لي كوتي تاعها ودهنوها وقطعوا هذوك الجوانب بالموس، ومن بعد ديروا هذاك الثقب باش ما تتنفخ لكمش مليح مليح في الكوشه، يعني ما من العجينه هذه عادي يعني ما تثقبوهاش بزاف عادي. ومن بعد دهنوها بالبيض. هنا واش حبيتوا تحطوا لها من الفوق، حبيتوا ديروا واش يقولوا السانوج، الجلجلان، الزيتون، المعدنوس، واش حبيتوا تحطوا من الفوق حطوا. انا ما حطيت لها والو، ما حبيتش نحط. نتوما واش يعني هنا ما حبيت نحط والو حسب الطلبيه واش قالوا لي. نتوما هنا شوفوا ما شاء الله، يعني حطوا واش حبيتوا، السانوج، الزرارع، الزيتون، واش حبيتوا تحطوا حطوا. شوفوا ما شاء الله، كنت شوفوا انا كيفاش خرجت لي العجينه المورقه، كيفاش تنفخت لي، خرجت اكثر من رائعه، يعني من الفوق محمره الله الله ومن الداخل طيبه الله الله. وشوفوا هنا الفطيره الثانيه تاع العجينه السحريه، شوفوا ما شاء الله كيفاش خرجت. نقول لكم حبيباتي مع هاد الزوج وصفات نتمنى تكون عجبتكم الوصفات وتستفادوا منها في رمضان باذن الله. ونقول لكم حبيباتي مع السلامه في الوصفات القادمه باذن الله. شوفوا انا هنا ما قدرتش نوري لكم نقطعها معكم ولا، لانه هذه طلبيه يعني ما قدرتش نقطع ونوري لكم الحشوات من الداخل ونوري لكم هكا قطع صغيره باش تشوفوهم، لا غالب هذه طلبيه ووريت لكم برك قد ما نقدر. نقول لكم مع السلامه حبيباتي في الوصفات القادمه.